السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا بقى النهارده نكمل بقيه الفيديو اللي فات واوريكم الشاليه من جوه عامل ازاي والتفاصيل والاسعار وكل حاجه في الفيديو ده. يلا تعالوا بينا نكمل بقيه الفيديو ونعرف التفاصيل. ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب. معاكم قناه هبه واكلاتها، لو اول مره تشوفوني ما تنسونيش بالاشتراك والسبسكرايب. حابه اقول لكم بقى على حاجه صغننه كده قبل ما تبداوا الفيديو. سما وسجده اللي انتوا شفتوني بندع عليهم في الفيديو ده واللي قبله، دول اكتر اتنين ما شاء الله عليهم بينكفوا في بعض بطريقه يا غير طبيعيه ساجدة وبيطلعوا عينينا ساجدة حقيقي بجد. ساجدة سما ساجدة سيبيه سما ساجدة. بالراحة على بعض، بالراحة بالراحة. وطول الوقت زي ما انتوا شايفين كده. بس حبيبتي بالراحه، خلاص يا ماما معلش ما تزعليش يا روحي. لما حقيقي يعني مش قادره اقول لكم. طبعا سامعيني يا ساجده؟ نعم. ده كده يا جماعه منظر المكان اللي فيه البسين او البول. ده البول بتاع الاطفال، ده البول بتاع الكبار، بس بتاع الكبار 3 متر تحت، فطبعا مش منزلين فيه الاطفال. زي ما انتوا شايفين كده منظر الفيو تحفه تحفه. ان شاء الله بقى بالليل هبقى اصور لكم المنظر بالليل بيبقى عامل ازاي. شايفين هنا العمق بتاع البول قد ايه؟ بحاول ابينه لكم بس هو مش واضح قوي. بس هنا في القرية اللي احنا فيها، هي طبعا اسمها قرية كازابلانكا في الساحل الشمالي، بس الطيب مش الشرير. هنا في مش بس الاتنين بول ده، في كذا واحد متفرع في كذا مكان. ان شاء الله بكرة لما اروح بقية اللي موجودين هنا الاماكن اللي فيها البول هبقى اوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا ده المكان حوالين البول زي ما انتوا شايفينه كده. المنظر بجد رائع. هناخد بعضنا دلوقتي ونروح البحر. هوديكوا هناك. المنظر فظيع ومنظر المياه تحفة جدا. وبجد انا سمعت كتير ان هو الدنيا غريق ومش غريق والكلام ده، بس حقيقي لا، ما فيش كده. مش او اماكن هروح عند البحر وبعد كده ارجع اصور لكم تاني. هنا كده الشارع لو حابين مثلا انه الاطفال تلعب فيه، بينزلوا هنا بقى بالعجل وباللعب بتاعتهم وبينزلوا يلعبوا هنا في المكان ده. هي كوكا هحاول اجيب لكم شكل الشاليه من بره، بس هحاول ان انا ما بينش قوي لو في حد جوه. لو لقيت حد مش عارفه اصور لكم. لولي نونس يلا بقى يا جماعه، هضطر ان انا اقفل. ثواني يا روح ماما، هضطر ان انا اقفل عشان خاطر طبعا في حد جوه مش هينفع اصور. يلا ده كده المنظر اهو قدامنا. هحاول بالليل بقى اشوف لكم الدنيا اخبارها ايه وابقى اصورها لكم تشوفوا المنظر بنفسكم. هسيبكم في رعايه الله. وتعالوا بقى هنا نعمل كده جولة كاملة في الفيلا من جوه. نشوف تفاصيلها كاملة. لو حابين ان هي عامة معروضة للبيع، لو حد حابب يعرف السعر بتاعها البيع يتواصل معايا خاص. انما هي في فيلل حواليها بتتأجر طبعا. الليلة فيها هي عالية شوية طبعا لليفل معين من الناس اللي ممكن تروحها.
هي الليلة فيها بتبدأ من 5000 جنيه حسب مكان الفيلا أو قربها من البحر. طبعا في حاجات قريبة من البحر أعلى من كده، احنا كنا نبعد عن البحر حوالي تقريبا 10 دقايق. ده كده المنظر من بره بتاع الجنينة زي ما وريتهولكوا كده، والمرجحة والمنظر من بره. ده هنا كده زي ما انتوا شايفين الدور الأرضي، في الريسبشن وفي السفرة وفي المطبخ والحمام الأرضي، وفي غرفة تحت زي ما انتوا شايفين. ده كده المنظر بتاع الدور الأرضي. هتشوفوا التفاصيل بتاعته والمطبخ وكل حاجة. هي الفيلا معروضة للبيع بالعفش اللي فيها. ليها رقم بالعفش ومن غير العفش ليها رقم تاني، بس طبعا اللي حابب زي ما قلت ان هو يعرف تفاصيل او الرقم بتاعها بتتباع بكام يتواصل معايا على الخاص، وانا هعرفه كل التفاصيل بتاعتها، او ممكن اخليه يتواصل مع اللي عارضها للبيع. احنا كنا نازلين فيها تبع حد يعني وكده، بس اكيد يعني انا مكنتش نازله فيها بالايجار، كنت نازله فيها تبع شغل. ده كده المطبخ زي ما انتوا شفتوه. ده كده الحمام الارضي اللي تحت، وهتشوفوا دلوقتي الغرفه الارضيه اللي تحت. دي كده الغرفة الأرضية. طبعا هي مكركبة شوية، بس طبعا عشان فيها الحاجة فوق بعضها لسه مترتبتش. دي غرفة بسريرين فقط، ما فيهاش اي حاجة تانية غير الغرفة وسريرين. تحت زي ما انتوا شفتوا في المطبخ فيه كل شيء متكامل، بالتلاجة بالغسالة بكل حاجة، وفيها مايكرويف. وده كده احنا طالعين الدور الاول، في 3 غرف فوق، فهو كده الفيلا عبارة عن 4 غرف. في فوق 3 غرف، في غرفة نوم كبيرة ماستر فيها الحمام بتاعها، وفي الغرفة دي اللي فيها بلكونتين، دي فيها سريرين برضو زي ما انتوا شايفين. دي البلكونة اللي في الوش الاولانية والدولاب بتاعها، وفي غرفة قصدي في بلكونة في الناحية التانية. بعتذر عن ان انا وقفت المقطع عشان خاطر كنت الأذان بيأذن. هنا بقى كده ده منظر الفيو اللي في الأوضة فوق. الفيو تحفة، بالذات الصبح في الشروق او في الغروب، الوقت ده بيبقى رهيب في الشروق بجد. هنا دي البلكونة التانية. ده احنا كده احنا لسه في نفس الغرفة، لسه ما رحناش اي غرفة تانية. دي كده البلكونة التانية بتطل على البحر، على قصدي سوري على الشارع بره اللي انا كنت وريتهولكم. هنا كده خرجنا من الغرفة، اول غرفة داخلين كده على الغرفة اللي هي غرفة النوم الماستر. دي الحمام بتاعها. بصراحة كانت الفيلا مريحة جدا جدا جدا، ومساحتها كويسة جدا. وزي ما انتوا شايفين الغرفة كده ما شاء الله كبيرة مش صغيرة. غرفة نوم مريحة جدا، مساحتها حلوة، وفي كل غرفة طبعا في التكييف بتاعها. دي كده الحمام الخارجي اللي بين الغرف كلها. هنا كده دي الغرفة الثالثة، دي برضو فيها سريرين ودولاب وحمام ماستر برضو. في كل غرفة فيها الدولاب المخصص ليها، وفيها التكييف بتاعها زي ما شفتوا. يبقى كده في غرفتين ماستر، والغرفتين التانيين غرفة عادية من غير حمام، حمامها خارجي. والغرفة اللي هي اللي تحت الحمام برضو خارجي بتاعها بره. كده احنا طالعين هنا كده للروف. هوريكم طبعا منظر الروف. احنا كده ده كان بيتصور بالليل الفيديو ده. هتشوفوا منظر الروف بالليل، وهحط لكم برضو فيديو تاني للروف الصبح. منظر رائع بأمانة الصبح بالذات، رهيب رهيب، وبيديك طاقة غير طبيعية بجد، ما شاء الله اللهم بارك. هنا ده زي ما انتوا شايفين كده في برضو في الروف فوق في مكان للشوي مخصص للشوي، وفي جنبه الحوض بتاعه. يعني في كل حاجة انتوا هتحتاجوها موجودة. زي ما انتوا شايفين كده في كراسي، وفي القعدة بتاعتها المخصصة للروف. زي ما قلت لكم الاسعار بتاعتها
بتختلف وبتتراوح بين اللي هي من اول 5000 لما فوق، زي ما قلت لكم بيختلف للمكان. وفي عشان انا ما صورتلكوش غير بول واحد بس اللي انا روحته، لان ما امكنش ان انا اروح الباقي. في كذا مكان للبول، وفي متاح في جنب البيت كل حاجه صراحه، سواء سوبر ماركت، سواء حاجات للفطار اللي هو مطعم للفطار، مطعم للغدا، كل حاجه كل حاجه، خضار، كله متاح حوالين المكان. صراحة كان منظر فيو تحفة، وكمان مريح جدا للأعصاب، والبحر فظيع، وأسعار مش مختلفة كتير، حاجة فرق بسيط جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. أتمنى نكون خفيفة على قلبكم. أسيبكم في رعاية الله، وأحب أختم الفيديو بتاعي بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وزي ما انتوا شايفين كده هسيبكم مع المنظر الجميل جدا ده. طبعا مهما كان التصوير عمره ما هيبقى زي الطبيعة. زي ما قلت اخر مرة هأكد عليكم، اللي حابب يعرف الاسعار بتاعة البيع بتاع الفيلا يكلمني على الخاص ان شاء الله. اشوفكم في رعاية الله، مع الف سلامة، باي باي.